السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا زملكاوية؟ يا رب تكونوا بخير. بالنسبة لإعلان الفتنة اللي طلع، مش عاوز الزملكاوية تزعل. كل لما تيجي تزعل افتكر ان النادي ده انسحب من قدامك، النادي ده خاف يلعب قدامك، النادي ده هرب منك. يعني كل ما تفتكر كده الهيصة اللي هم عاملينها دي كلها على فشوش، ملهاش اي 30 لازمة. اعلان اتعمل عاوز يعمل اي حاجة عشان ينسيهم الانسحاب وينسيهم البلاوي اللي هم فيهم. طبعا بيعمل كده عشان خاطر يستفز الزملكاويه. انا كزملكاوي ولا ضايقني ولا يعنيني، لاني في قناعه بيني وبين نفسي ان انا احسن منك، وفي قناعه بيني وبين نفسي ان انت خايف تواجهني، بدليل ان انت ما جيتش تلعبني. ثم في الاعلان بيقول ايه؟ القلب الجامد ده في عيلتنا. يا ابني قلب جامد ايه في عيلتك وانت خايف تواجهني؟ يعني حاجه غريبه، انت خايف اصلا تلعبني، ازاي بقى القلب الجامد ده في عيلتكم؟ وبعدين بتقول هو انتوا لسه شفتوا حاجه؟ طب كنت تعالى عشان تورينا، انت هربت. انا كان نفسي انت تيجي عشان اديك على دماغك زي ما بديك على دماغك، لان انا الوحيد، الشعار ده الوحيد اللي في افريقيا كلها اللي بينيمك زعلان. فانت حاطط الزمالك في دماغك، حاطط الزمالك في دماغك، مش قادر تشيله من دماغك، هتموت. عامل اعلان وجايب فيه الاطفال الصغيرين مع البنات الكبار شويه مع ناس كبيره، ويقول لك اقعد في القهوه وما تقعدش في القهوه. يعني ايه نقعد في القهوه وما نقعدش في القهوه؟ ايه الشغل البلدي ده؟ ايه التلقيح ده؟ ايه تلقيح الستات ده؟ ده الستات ما بتعملش كده، ده انا كده بظلم الستات. عيب قوي، عيب قوي لما يكون ده الاعلام بتاع الاهلي. يعني عيب، انت خايف تواجهني تروح جاي بعد كده تعمل اعلان ان انت مش خايف؟ طب ما كنت تعالى لعبني، والله كان نفسي تيجي تلعبني عشان اديك على دماغك، عشان ناصر منسي كان هيفوق، وانت عارف قصدي، ما اقدرش اقول الكلمه اياها عليك انت. فانت بتهرب وتيجي تبين ان انت قلبك جامد. لا ياض، لو انت جامد كنت تعالى واجهني، ولا ايه يا زملكاويه؟